انا كنت داخله اشتري منتج واحد بس للعنايه بالبشره، لقيت نفسي خارجه باتنين هديه. اه والله العظيم لقيت نفسي خارجه باتنين هديه. يعني انا في الاساس اصلا كان الغسول بتاعي كان خلص، فقلت بقى اشتري الغسول بتاعي من شركه دير، لان انا على طول بشتري منهم الصراحه. فوجئت بقى اللي بيقولوا لي ان انت ليكي كمان على الغسول اللي انت طالباه ليكي اتنين حاجتين كمان هديه، تختاري ايه؟ الصراحه انا عينيا زغللت وقلت ايه، لا خلاص طالما هاخد اتنين هديه، رحت جايه طالبه ايه، قلت لهم خلاص انا هاخد واحد غسول وينفع اخد اتنين كمان معاهم هديه؟ قالوا لي اه ينفع. المهم طلبت الاوردر دوت، خدت واحد غسول 400 مللي، وكمان ادوني كمان عليهم ازازتين كمان هديه. تخيلوا العرض ده جميل ازاي، تاخدي واحده بس، تشتري واحده بتاخدي اتنين هديه. يعني لو انت حابه بقى ان انت تهدي زمايلك تهدي اخواتك، فالعرض ده بتهيألي هيبقى حلو ليكي قوي. كمان بقى لقيت العرض الصراحة مغري جدا، فقررت ان انا اطلب كمان عرض تاني، انا اشوف هاخد ايه معايا. المهم طلبت مزيل المكياج، والصراحة وراحوا قالوا لي اختاري كمان اتنين كمان معاه هدية، فانا اخترت اتنين مزيل عرق. وكمان خدت كمان اللي هو القطن بتاع تنظيف البشرة معاه. تخيلي بقى ان انت تشتري حاجتين اتنين بس وتاخدي كل الكمية اللي انت شايفاها قدامك دي. فقلت لا الصراحة انا لازم بقى اوريكم الحاجات اللي انا جبتها، وتقولوا لي في الكومنتات لو انتوا استخدمتوا فعلا حاجات دير هي فعلا تستحق ان الواحد يعمل عليها الضجة دي ولا لا. انا عن نفسي بستخدم دير بقالي فترة كبيرة، وكمان هو حلو قوي الغسول ده للبشرة الدهنية، ما بيخليكيش تطلع حبوب ولا اي حاجة. وكمان المزيل بتاع المكياج ده تحفة بجد، حاجتهم الصراحة انا عن تجربة كويسة جدا. لو انتوا فيكوا حد جرب الحاجات بتاعتهم ورأيه زي رأيي يكتب لي في الكومنتات. زي ما انتم شايفين كده انا جبت بقى المزيل العرق دوت ده هديه. يعني تخيلي ان انت مثلا تكوني مثلا عايزه تجيبي حاجه واحده بس، وممكن تهادي انت باي حاجه تانية من اللي انت واخداها هديه دي اي حد انت عايزاه. طبعا ده مزيل العرق جايباه لاخويا. فطبعا الحاجات دي كلها هدية. بشوف انت بتاخدي هدية وممكن توزعها تديها هدية لأي حد تاني. بجد عرض حلو قوي. طبعا انت عارفين عروض شهر 12 بتبقى كلها كويسة جدا. انا بحب ان انا من نوع الناس اللي بحب استغل العروض، لو لقيت في شركة عاملة عرض والحاجة انا عارفاها واثقة من جودتها كويس، فبضطر ان انا بقى ايه، خلاص بشتريها، لان انا عارفه ان المنتج ده انا مجرباه قبل كده فحلو، فلا اشتري بقى بالعروض دي. تخيلوا بقى ان انتوا تشتروا ازازه واحده غسول واحد بس، ازازه واحده تاخدي عليها كمان اتنين هديه. ما انا بتهيألي انا ما شفتش حاجه زي كده. انا الصراحه فوجئت لما لقيتها وانا بطلب ازازه غسول. قالت لي حضرتك ممكن ليكي اتنين هديه كمان لو انت حابه تاخدي اتنين غسول تاني، او لو انت حابه تاخدي اي منتج تاني مفيش مشكله براحتك انت، المهم ان انت ليكي اتنين هديه من عندهم، فاختاريها زي ما انت عايزه. طبعا انت عارفين المنتجات دي كلها حلوه، فلو انت حابه ان انت تطلبي اوردر انت ممكن تطلبي منهم وتشوفي انت عايزه ايه اللي انت محتاجاه، وتاخدي كمان الاتنين هديه عليهم باي حاجه انت تكون ناقصاكي عندك في الادوات بتاعه الحاجات تنظيف البشرة عندك. لو في حاجة عندك ناقصة انت ممكن تطلبيها من شركة دير وبتاخدي عليها اتنين هدية. تخيلوا بقى، انا بجد انا مش متخيلة ان انا اخد غسول بكل الحجم ده 400 ملي واخد كمان عليهم ازازتين هدية. فقلت بقى لازما بقى اقول لكم على العرض الجميل دوت. وكمان انا كل اللي يهمني اصلا الصراحة طبعا منظف مزيل المكياج، طبعا لانه حلو جدا. طبعا بتستخدمي القطن اللي هم مدينهولك ده هدية كمان. بتبداي طبعا تبليه بالمزيل المكياج وتبداي تمسحي بشرتك. عايزه اقول لكم انه بيخلي البشره نظيفه جدا، بيشيل طبعا كل الحاجات اللي موجوده في البشره، والغسول بتاعهم بجد جميل جدا البشره الدهنيه. ازازه زي ما انتم شايفينها هي 400 ملي وحلوه قوي بجد. يعني انا عن نفسي مجربه شركه دير وبشرتي مستريحه عليها. فطبعا الحجم ده كبير قوي 400 ملي، يعني هشوف هيقعد معاكي قد ايه. فانت كمان بتاخدي عليهم اتنين هديه، يعني انت ممكن تدي لاختك، تدي مثلا لواحده صاحبتك بتحبيها قوي. فالعرض حلو قوي. فلو عجبكم، لو العرض بقى عجبكم يا ريت تلحقوا تشتروه قبل ما العروض طبعا تخلص. انا قلت اقول لكم عن تجربتي مع شركة دير وكمان العروض اللي انا جبتها، عشان طبعا لو في حد حابب ان هو يشتري الغسول او يشتري اي حاجة تانية يلحق العروض بتاعتهم. ولو في حد فيكم جرب المنتجات دير يا ريت يكتب لي في الكومنتات ايه رأيه فيها. وعايزه اقول لكم كمان ان انا الصراحة مجربة شركة دير قبل كده. صراحة ناس كويسة جدا في معاملتهم. كمان حاجتهم صراحة حلوة قوي. لو انتوا بقى جربتوهم اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. ولو الفيديو بقى عجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا في لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا جدا لوقتكم المشاهدة، وكل سنة وانتم طيبين.